لا 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 استاذه لا 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 مش حاجات انا. طب هات لي اي اثباتات، هات لي عادي. هات لي عادي. طيب ايوه عادي يا محمد، عادي، ما الناس كلها عارفه انك مريض وخلاص يا محمد، والملايين جريت خلاص. بتتكلم في ايه؟ بتكذب ايه يا محمد؟ طب انت ضحكت ليه لو هو ده حاجه انت مالكش علاقه بيها، مش انت اللي عاملها؟ طب انت كنت بتمضي على ايه يا محمد في الصوره؟ والله الصوره يا جماعه. ما ايوه كنت بتمضي على ايه يا استاذه؟ يا استاذه اتفضل رد يا محمد عشان ما تفضحناش. رد، انت مش انت مضيت؟ بتقول ما مضيتش ليه؟ رد بقى. والله العظيم كل ده دي اصلا كان في علمك انا مش ماضي على حاجه وبحلف بالله. وهات لي طب العادي. طب انا كاتبه بايديا، انا ليا خط وهم لو كتبوه هم لهم خط. كل واحد ليه خط، انت ليك خط وهم ليهم خط، انت بتخترع حاجه جديده. وبعدين يعني مين هم دول اصلا؟ مين هم اللي كتبوه؟ هات لي طب يا استاذ العقد، انا عايز اشوف العقد. طيب هاتوا صوره البطاقه بتاعت محمد. الاستاذ ده كان معانا في اللي خلي في علمك في التصوير بتاع اللي انت بتقول عليه اللي في المسلسل. صوره بطاقتك مكتوب فيها سائق، منين انت مظبوط على البطاقه سائق وانت بتطلب من الفنان احمد العوضي يعمل لك رخصه؟ ايوه ما هي بطاقه مكتوب فيها عشان انا معايا رخصه، هي لازم يكون البطاقه مكتوب فيها سواق. هي في بطاقه في الدنيا هتطلع من غير رخصه مهنيه؟ طب خلاص روح اداره عم المرور وروح قول لهم الكلام ده. اللي هو اروح لمين؟ استنى دقيقه واحده بس، لو ما عملتيش البطاقه بتاعتك سواق طلعوا لك رخصه يا استاذه المرور. استنى تمام. ايه ده بس كده؟ ايه انت واخدني في دوكه ليه؟ لا مش نفسي افهم ايه الدوكه دي من زمان لحد دلوقتي ما اعرفش ايه هي الدوكه. لو حد يعرف ايه الدوكه قولوا لي ايه الدوكه. مش دوكه. هو في حد بيكتب مهنه في بطاقه من غير ورق يثبت ان هو سائق؟ فين الرخصه؟ فين الرخصه اهي؟ اتفضلي. طب ما انت مطلعها اهو. لا مش مطلعها، منتهيه اهي منتهيه. امال عايزه ليه يعمل لك الرخصه الفنان احمد العوضي؟ والله انا مش عايز حاجه. هو قال لي مشكلتك ايه؟ قلت له الرخصه. ايوه رخصه منتهيه. منتهيه ولا كنت عايز تطلعها؟ لا هي منتهيه يا استاذه، انا معايا اولى. اهي انا معايا اولى، انا معايا رخصه اولى. طيب تمام. انا هلاقي ايه اللي منعك بقى تجددها؟ يا فندم معلش اقول لك على حاجه، اجددها ازاي؟ انت عارف تجديد الرخصه الاولى دي بكام؟ ها يا محمد، في رخصه ولا مفيش؟ انت بقالك نص ساعه حاطط ايدك في جيبك يا محمد. يا محمد طمني، في رخصه ولا مفيش؟ بجد بقالك نص ساعه حاطط ايدك في جيبك. ما هو لو جيبك ده منفذ على الدولاب كان زمانك وصلت للدولاب وجيت تاني. ما انت بقالك كتير. في رخصه ولا مفيش؟ معلش ده انا عليها 5 طب ما انت خدت مكافاه من سياده النائب محمد اسماعيل، ليه ما جددتش الرخصه وقال لك روح يا استاذه اعمل رخصه وتعالى وانا هشوف لك شغل؟ اهدي يا استاذ اهدي، احنا عايزين نلم الموضوع. انت بتزعقي له والراجل بيرتبك لوحده اصلا، بتزعقي له ليه؟ خلاص ما تزعقيش بالراحه. وانت يا محمد رد عدل، اسئلتك بصراحه غريبه وردودك اغرب. بس ما الناس عرضت عليك. استنى دقيقه واحده بس معلش. يعني اقول لك محمد انا مضطر اقفل لان وقتي بيخلص. انت عاوز ايه يا استاذ؟ هقول لك على حاجه بس معلش. السيد النائب ما ينفعش اقول لك معلش اديني المكافاه حاجه بسيطه وحاجه مرضيه. الرخصه دي يا فندم معلش انت عندك ضريبه يعني اقل حاجه 10000 جنيه. طب ما انت خدت ايه؟ طب ما انت خدت مكافآت من الناس. فين الناس؟ وانت بتجبر الناس تدفع لك فلوس حتى تجديد الرخصه؟ استاذه فين الناس اللي ادتني فلوس؟ قاتل اي حد خد منه فلوس. ليه بتجبر الناس في حاجه زي كده؟ سؤال انا معلش رد على قد السؤال بتاعي. طب بقى زماننا بيسمعني. يعني انت مش عايز مني مكافاه؟ ايه؟ يعني انت مش يعني انت ما طلبتش من فريق الاعداد مكافاه؟ لا طبعا مش عارف. انا ما طلبتش. هم قالوا لي هجيب لك بس انا ما طلبتش. لا شكرا مش عايز حاجه. انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ في انا جيت وخلاص بقى. انا مش عملت اللقاء ولا لسه ما عملتوش. ما تجيب يا ست الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها يا ست. في ايه؟ يعني انت مش عايز المكافاه اللي انا محضرها لك؟ لا شكرا. تمام. انا كده برنامجي اصلا ما بيديش مكافآت ولا بيدي ميزانيه خالص. بالظبط كده. ايه؟ ما بيديش مكافآت؟ ضحكوا عليا؟ قالوا لي هنديك مكافاه وهنديك فلوس كتير. ضحكتوا عليا ليه ضحكتوا عليا؟ ما انتوا جبتوني على اساس ان دي مكافاه والست دي بتقول مفيش مكافآت. هو انتوا بتضحكوا عليا ليه؟ تمام تحت امرك. طيب انا بس عايزه اقول لك نصيحه لوجه الله، ما تتعصبش كده واهدى. لا طبعا. نصيحه من اختك. اختك في الله اللي بتحترم عامل النظافه اللي قدامها اللي هو فوق راسي. بقول لك ما تخليش حد يضحك عليك لان الناس يا استاذه على اذنك مفيش حد بيضحك عليا وانا ماشي بدماغي. لو لقيت اي حد ماشي ورايا اعمل اللي انت عاوزه. طب انا هو انت بتقول حاجتين عكس بعض. لو مفيش حد ضحك عليك يبقى انت دماغك دي ذريه واللي عملته ده ومكمل فيه الله ينور عليك، بس كفايه لان الناس قفشتك وفهمتك. اما لو في حد بيضحك عليك وماشي وراك وبيقول لك اعمل وما تعملش، فالست بتنصحك نصيحه عشان فعلا الكلام ده هيجيبك لورا. هو فعلا جابك لورا بس ما تكملش كتير عشان ما تجيش كتير لورا. بقول لك دماغك دي ما تشغلهاش على الناس. شكرا ما تشغلهاش على الناس. لا مش شغلاش على الناس. انت متعصب ليه؟ ده بهدى وكتر خيرك على اذنك. وكتر خيرك قوي. انت لو جايه هنا هتلبسي لي بلوه. اهدى يا محمد. بلوه اللي لبستها لك؟ ما انت كده لابسها البلوه. الناس كلها عارفه ان انت بتضحك عليهم. ايه يا محمد في ايه؟ انت هتضحك عليهم تاني تقول لها تلبسيني بلوه؟ لا مفيش حد. ايه البلوه اللي انا هلبسها لك؟ استاذه على اذنك. هلبسك بلوه؟ مفيش حد هنا بيمشيني بدماغي. انا ماشي بدماغي انا. مفيش حد بيمشيني. يا حبيبي اللي انت بتقوله ده بيدينك اكتر.
لو انت ماشي بدماغك فدي كارثه، اللي انت بتعمله ده اصلا هيوديك في داهيه. عشان ما قدر الله لو طب بس انا مضطره اقفل واختم عشان وقتي خلص. اهدى. بالظبط. كان انت مستفزه بجد. يعني الراجل عايز يتكلم، انت مش مديله فرصه يتكلم، عمال تقولي لا اقفل وما اقفلش وانهي وعايز مكافاه ومش عايز مكافاه. ما انت ليه بتقاطعيه؟ ما تسيبيه يكمل الراجل. كده. شكرا ليك. بالظبط. شكرا ليك يا محمد، وقت خلص. ربنا يخليكي. زي ما بقول شكرا. وهفضل اقول. ربنا يخليكي. الجماعه بره يركزوا معايا. زي ما بقول وهفضل اقول السوشيال ميديا بالظبط هي كده. من تصنع. انا عايزه اشتغل. بس انا مش هسيبك تتكلمي، انا كل كلمه هتقوليها هقول قصادها حاجه. انا هفضل ساكت؟ ما انا لازم املى كلام، وانا مش هسيبك يا ستي، انا حر اتكلم زي ما انا عايز. اهدى عليا. هي من تصنع ترند ابطاله من ورق، وفي الاخر نقول مين المسؤول. المسؤول يا ساده الاول والاخير هو المشاهدين. على رأي الفنان محمود الليثي، البلد الوحيدة اللي بتعمل ترندات ملهاش أي لازمة. ترندات في كل حتة تطلع تقول لك الشخص الفلاني اخترع حاجة مهمة، الشخص الفلاني عمل تجربة علمية مهمة، احنا نطلع نقول بتاع الكشري وانتش واجري. احنا بلد علينا شوية ترندات ما تتكررش. والمتفاعلين مع النوعيات دي من الموضوعات الايه بقى؟ المتدنية اللي ملهاش اي افادة غير تضييع الوقت وترسيخ صورة مشوهة للمجتمع المصري امام الخارج. وعلى فكرة اللي بيعمل الترندات دي مش بس اللي بيتفرجوا عليها من الناس، ولا الناس كمان اللي بتعمل الترندات دي على السوشيال ميديا وبتعمل رياكت عليها، لان الحاجات دي بتبقى رياكتات كوميدي اصلا علشان يقولوا للناس بلاش يا جماعة الطريقة دي في الترندات. اللي بيعمل بجد الترندات دي هم الاعلاميين اللي بيجيبوا الناس دي ويستضيفوهم في قنوات فضائية مع الناس بتوع السوشيال ميديا، مع الناس اللي بتتفرج، وهي جزء لا يتجزأ من بعض. خلي بالكم اللي جاي.